يروي هذا الفيلم قصة امرأة ثرية تعيش مع زوجها، وهو مهندس معماري شهير. ورغم أن حياتها تبدو مثالية، إلا أنها لم تشعر بالسعادة الحقيقية قط، حتى التقت بشاب غير حياتها تدريجياً، لكن علاقتهما قادتهما إلى وضع معقد وخارج عن السيطرة. تبدأ القصة عندما تزور امرأة تدعى آنا شركة استشارية ومعها كاميرتها. تلتقط آنا عدة صور في أرجاء الشركة، وعندما تدخل إحدى الغرف تحاول التقاط صورة لشاب يدعى إيغور وهو موظف في الشركة. تدرك آنا أنها تصور، فيحدق إيغور فيها للحظة، ثم يلتقط لها صورة بينما هي منشغلة بالتصوير في الغرفة. وعندما تستعد آنا للعودة إلى منزلها، يحضر إيغور سيارته ويعرض عليها توصيلها. في البداية ترفض آنا بلطف، ولكن لعدم وجود سيارات أجرة تقبل العرض في النهاية. طوال الطريق يظهر إيغور اهتماماً ولطفاً تجاه آنا، حتى إنه يهديها علبة حلوى كبادرة بسيطة من كرمه. بدأت آنا تشعر بصدق مشاعر إيغور تجاهها، وقبل أن تترجل من السيارة أعطاها إيغور بطاقته الشخصية قائلاً: من يدري، ربما تحتاجين إلى مساعدتي يوماً ما وترغبين في التواصل معي. في أحد الأيام أخبرها زوجها أندريه أن لديه مشروعاً جديداً خارج المدينة، ووفقاً لأندريه كان المشروع عملاً ضخماً بالغ الأهمية لمسيرته المهنية، لذا طلب من آنا إدارة الشركة مؤقتاً أثناء غيابه. شعرت آنا بخيبة أمل عند سماع ذلك، فقد كانت تأمل ألا يضطر أندريه للعمل بعيداً عن المنزل، متذكرة وعدهما ببناء حياة أسرية سعيدة من خلال قضاء المزيد من الوقت معاً. ومع ذلك أكد أندريه أن هذا المشروع فرصة عظيمة لا يمكن تفويتها، خاصة لمستقبله ومسيرته المهنية. في اليوم التالي بدأت آنا بتولي إدارة شركة زوجها، وبينما كانت ترتب مكتبها وجدت علبة الحلوى التي أهداها لها إيغور. أخذت بعض الحلوى وأكلتها بابتسامة خفيفة، وكأنها تتذكر الاهتمام البسيط الذي كان يظهره لها. بدأت آنا تشعر بتناقص اهتمام أندري بها، إذ بدا زوجها مشغولاً للغاية بالتحضير للمشروع الكبير الذي يعمل عليه، حتى بدأ شعور بالإحباط والوحدة يتسلل إلى قلبها. مرحباً مرحباً إيغور. في اليوم التالي تجرأت آنا على الاتصال بإيغور ورتبا للقاء. وفي الصباح جاء إيغور ليصطحب آنا من شقتها، وذهب إلى بحيرة حيث أعد لها فطوراً دافئاً ورومانسياً. ومع مرور الوقت توطدت علاقتهما، وبدأ إيغور يتجرأ على زيارة مكتب آنا، بل ودعاها للتنزه في وسط المدينة. وتحولت هذه العلاقة الحميمة تدريجياً إلى علاقة رومانسية بات من الصعب إخفاؤها. وبعد فترة عندما عادت آنا إلى المكتب فوجئت برؤية أندري هناك، فقد قرر العودة إلى الشركة بعد تلقيه تقريراً يفيد بأن آنا لا تدير الشركة بشكل جيد، مما أدى إلى إهمال الكثير من العمل. بدأت آنا تشعر بعدم الارتياح تجاه علاقتها بإيغور، وغمرها شعور بالذنب والحيرة. وفي النهاية اتصلت بإيغور وطلبت منه إنهاء علاقتهما، لكن إيغور الذي كان قد وقع في حبها لم يرغب في خسارتها بسهولة، فذهب إلى شقتها بتهور وأصر على لقائها فوراً. استجابت آنا لطلبه في النهاية، وخلال لقائهما أظهر إيغور غيرة وعاطفة مفرطة، وكشف أنه لا يستطيع تحمل ابتعاد آنا عنه. وعندما عادت آنا إلى شقتها بدأ أندري يشك بها وطالبها بمعرفة الحقيقة، لكن كان من الواضح أنه ما زال يحبها كثيراً ويأمل أن تتوقف زوجته عن إخفاء شيء ما عنه. حاولت آنا الابتعاد عن إيغور وإنهاء علاقتهما، لكن هذا الموقف أثار غضبه، وفي حالة من الانفعال ذهب إلى شقة آنا بتهور واعتدى على أندريه، ثم احتجزه رهينة انتقاماً منها. أثار هذا الحادث ذعر آنا، فبدأت تبحث عن زوجها. وخلال بحثها التقت بوالدة إيغور، واكتشفت حقيقة صادمة، وهي أن إيغور كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة طويلة. وأوضحت والدته أن العائلة لم تعد تسمح له بالعودة إلى المنزل، لأن سلوكه غير المستقر كان يشعر من حوله بالخوف والتهديد. بدأت آنا تتساءل عن المكان الذي ربما يكون إيغور قد أخذ أندريه إليه. وبعد ذلك بوقت قصير وصلت آنا إلى مبنى مزدحم بالعروض، وهناك وجدت إيغور يستعد لقتل أندريه. أجبر إيغور آنا على الاختيار بينه وبين أندريه، لكنها رفضت بشدة. زاد رفضها من غضب إيغور حتى هاجمها، وعندما رأى أندري آنا في خطر نهض على الفور وقاتل إيغور. دارت بينهما معركة شرسة حتى هزم إيغور وسقط من أعلى المبنى. وانتهى الفيلم بعودة أندري وآنا معا ليعيش حياتهما بسعادة أكبر ويتفهما بعضهما البعض. في النهاية
الفيلم لا يقدم مجرد قصة خيانة أو علاقة عاطفية معقدة فقط، بل يقدم رسالة عميقة جدا عن الفراغ العاطفي وكيف يمكن لهذا الفراغ أن يغير الإنسان تدريجيا دون أن يشعر. آنا كانت تعيش حياة تبدو مثالية من الخارج، زوج ناجح، أموال وشركة كبيرة، لكن كل هذه الأشياء لم تمنحها الشعور الحقيقي بالاهتمام والاحتواء. ومع مرور الوقت بدأت تشعر بالوحدة، خاصة بعدما أصبح زوجها منشغلا طوال الوقت بعمله وطموحه ومستقبله المهني. وهنا يوضح الفيلم نقطة مهمة جدا، وهي أن الإنسان قد يمتلك كل شيء، لكنه ينهار نفسيا إذا فقد الاهتمام والحب الحقيقي ممن حوله. عندما ظهر إيغور في حياة آنا لم يدخل إليها بالقوة أو بالعنف، بل دخل من الباب الذي كانت تفتقده، وهو باب الاهتمام. كلمات بسيطة، تصرفات لطيفة، اهتمام بالتفاصيل الصغيرة، كلها أشياء جعلت آنا تشعر بشيء افتقدته منذ فترة طويلة. لكن المشكلة أن بعض العلاقات تبدأ بشكل بريء جدا، ثم تتحول مع الوقت إلى شيء خطير ومدمر. الفيلم يوضح أيضا أن ليس كل شخص يبدو لطيفا يكون إنسانا سويا من الداخل، فبعض الناس يستطيعون إخفاء مشاكلهم النفسية الحقيقية خلف الهدوء والكلام الجميل. إيغور في البداية ظهر كشخص رومانسي وحنون، لكنه مع الوقت كشف جانباً مظلماً داخله، وهو التعلق المرضي والغيرة العنيفة وعدم تقبل الرفض. وهنا تأتي واحدة من أهم رسائل الفيلم، وهي أن الحب عندما يتحول إلى تملك وسيطرة لا يعود حباً حقيقياً، بل يصبح خطراً قد يؤذي الجميع. كثير من الناس يتجاهلون العلامات الحمراء في بداية العلاقات، مثل الغيرة الزائدة أو التعلق السريع أو التدخل المبالغ فيه أو العصبية عند الرفض، لكن هذه التصرفات قد تكون مؤشراً على مشاكل أكبر بكثير في المستقبل. الفيلم أيضاً يوضح خطأ أندريه، لأنه رغم حبه لزوجته انشغل عنها تماماً ولم ينتبه لمشاعرها أو احتياجاتها النفسية. وهذا لا يبرر ما فعلته آنا بالتأكيد، لكنه يوضح أن العلاقات الزوجية تحتاج دائماً إلى تواصل واهتمام ووقت مشترك، لأن الإهمال المستمر يخلق مسافات كبيرة بين الطرفين. ومن الأخطاء التي ارتكبتها آنا أيضاً أنها لم تواجه مشكلاتها بشكل صريح منذ البداية، بل هربت من وحدتها إلى علاقة أخرى ظنت أنها ستمنحها السعادة، لكنها وجدت نفسها داخل كارثة أكبر بكثير. لذلك الفيلم يقدم تحذيراً واضحاً جداً، وهو أن الهروب من المشاكل لا يحلها، بل قد يفتح أبواباً لمشاكل أخطر وأعقد. كما يوضح الفيلم خطورة التعلق العاطفي غير الصحي، لأن بعض الأشخاص يبنون حياتهم بالكامل على شخص واحد، وعندما يشعرون بأنهم سيفقدونه يتحولون إلى أشخاص غير متزنين، وقد يرتكبون أفعالاً خطيرة دون تفكير.